مساكم الله بالخير حبايبي، شلونكم؟ عساكم بمليون خير. هاي الوصفة مصورتها صار فترة من كنت أصور بالعروض اللي تلاحظون، وناسية أسوي لكم إياها. وصفة جدا لذيذة كلش طيبة، راح يعني توقعون بغرامها بصراحة. التيراميسو بطريقة بسيطة جدا لذيذ وجدا مبهر، وللمناسبات كنت أسويه بأعياد الميلاد أولادي. كل اللي يجينا كان ينبهر بطعمه ولذاذته. نصلي على النبي ونبلش. لا تنسون اللايك. ابني يقول لكم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي علبة فيلادلفيا شوية ماخذين منها، فخليت وياها مربع كيري حتى تصير تقريبا علبة كاملة من جبنة فيلادلفيا. خليت علبتين صغار من القشطة أو باكيت كبير، اثنينهم يسوون تقريبا كوب. هنا حتى أسهل عليكم، كريم شانتيه الظرف الواحد نص كوب، فخليت ظرفين. فإذا تشتغلون الكيس الكبير خلوا كوب كامل كريم شانتيه، وهذا مال ظرف واحد من كريم كراميل. بس خليت خلطة الكراميل عفته، وكوب مي ورشة فانيلا. ما خليت ملح لأن الجبنة بها خيط ملوحة بسيط. خفقت إلى أن صار عندي هذا القوام. شوفوا ما شاء الله، قوام كريمي رائع ولذيذ جدا. راح أجيب كوب مي بحرارة الغرفة، خليت بيه ملعقة كبيرة جدا نسكافيه وملعقة كبيرة جدا كاكاو باودر. خلطتهم وجيت أني هاي طريقتي من أصف البسكت تحت على مود من أشيله لا تبقى كريمة، يعني تليص القالب أو تروح شوية كريمة حرامات بالقالب أو بالقاع. فأول شي خليت طبقة بسكت خفيفة، وضفت هنا الماعون. خليت الخلطة هذه مال تغميس، وهذا البسكت الليدي فينجرز اللي الكل يسأل عنه ومو دائما متوفر، وأني من ألقى بصراحة أشتري 6 أشتري 8 بصراحة، لأنه أحبه كلش بالحلويات. خليت أول طبقة كريمة بكيس الحلواني، سهل علي التوزيع. طرقته كم طرقة حتى أي فراغات تروح تنترس يتوزع الكريمة تمام. وغمست هذا الليدي فينجرز، خليته هالشكل بهذا الخليط السائل بين النسكافيه والكاكاو. ينطي طعم كلش طيب، حسب انتو تحبوه تشربوه زايد تنقعوه زايد. أنا أحب نقعة بسيطة، وهاي أنا مسرعة الصورة الفيديو يعني حتى انه اراويكم. وزعت كله وحاولت اكسر بالطبقات اللي يعني ما يحتاج قطعة كاملة هالشكل. كسرته، والبقايا هذين الصغار هم راح استخدمهن، اخليهن بالفراغات حتى كلها تنترس. موضوعه جدا سهل وكلش سلس، ويعني بصراحة جدا ممتع. وطبقة ثانية من الكريمة، وقلت لكم هذا كيس الكريمة، كيس الحلواني بايبنج باج، هذا فشي جدا رائع. يعني صدقوني أني أستخدمه بكل شيء حرفيا. حتى من مرات أريد أوزع صلصة الدريسنج مال السلطة، إذا بي مايونيز بي لبن هم أخليه بي وأوزعه. وهالشكل سويت طبقة ثانية، غمست البسكت. هنا أنا سرعت أسرع، خليت الطبقة الثانية من هذا البسكوت اللذيذ. طبعا بالنتيجة مالته حيكون كأنما كيكة متشربة نكهات، ومتشربة النسكافة طعمها كلش راقي ويا هاي الوصفة. خلينا كل المقدار وبعدين زينته بهذه الطريقة. هذه الطريقة بصراحة هي المعتادة على التيراميسو، انه الكريمة هالشكل تتسوى على شكل هرشي. شلون هاي يعني مجرد مثل الدمعة. هذا هالشكل هو التزيين المطلوب بالتيراميسو. تقدرون تسووا سطح عدل على راحتكم، يعني مو شرط الا هالشكل، بس هو هذا المتعارف عليه. نوزع هالشكل وبعدين نرش على الوجه كمية من الكاكاو. طبعا أنا هنا أيضا طرقته وكملته وبردته. دخل عندي بالثلاجة. هاي بقى عندي كمية من الخليط، سويت هالشكل بدون قالب. يعني هسه هنا عندنا بالقالب وبدون قالب. شلون تقدرون تسووا هالشكل؟ توزعون الكريمة بهذه الطريقة على البسكوتات المغمسة. نفس الشي غمستهم بهذا الخليط السائل وصفطتهم هالشكل. هذه هم طريقة معروفة جدا، انه هالشكل نسويها لما ما عندنا قالب، او نقدر نسويها يعني شلون نقول فردية. انه هاي الطريقة يتقدم.
ممكن تسووها طبقتين تكتفون. أنا سويت 3 طبقات، شوية مالت عندي يعني طبقتين كلش كافي بصراحة. والله ببالي عندي هواية أفكار إنه بغير خلطات بغير أشياء، هم تيراميسو بس غير نكهات. إن شاء الله أحاول أسويها فد يوم، لأنه تعرفون والله الواهس ماكو بصراحة. فإن شاء الله الله يمكننا ويسوي لكم إياها بإذن الله. هسه نجي طبقة الكاكاو الباودر، هاي الرشة نقدر نرش رشة أولى قبل ما ندخلها بالثلاجة، وبعد ما ندخلها بعد ما نطلعها من الثلاجة همينة نرش رشة ثانية حسب الرغبة. أنا اكتفيت برشة وحدة ودخلتهم يتماسكون، وهالشكل طلعتهم. وراح نبدي نفك القالب الكبير. أني خليت هذا الورق السيليفون، هذا خاص بالحلويات، يتغلف ويسهل أمر إنه يطلع عندنا القالب نظيف وما يلتصق بأي شيء. هذا الورق أتصور اسمه لستر. عندي هذه السكينة بلاستيك حتى لا تشخط عندي القوالب تيفال أو نقول المطلية. فيعني بصراحة جدا رخيصة ومتوفرة بكل مكان، فحرامات إنه القوالب الحلوة الجديدة الغالية نشتريها وتشخط. فبالسكين هذه البلاستيك راح نكتفي قصة عدل ومرتب بشكل كلش حلو. هذا المقطع العرضي للتراميسو هذا غرام بصراحة، غرام، لأن جدا جدا حلو ولذيذ ومغري. بصراحة طعمه خرافي. قلت لكم أنا كنت أسوي بأعياد الميلاد أولادي من كانوا صغار، يعني اللي يجون يعني يتغزلون بيه هالقد ما طيب. هاي الخلطة البسيطة، وأني سبق أن نزلت وصفة الأصلية المضبوطة من التيراميسو بجبنة الجبنة الخاصة، سويتها من الكريمة السائلة وسويتها بصفار البيض مثل ما نقول الكتاب يقول. بس ذيك طريقة معقدة شوية وشوية صعبة، بس أنا ما شفتها صعبة بالنسبة لي. بس ممكن إنه يتعجزون منها. هاي الخلطة ما راح تتعجزون منها، راح تبيض الوجه تبهر الكل. طريقة بسيطة سهلة لذيذة، إن شاء الله تنال إعجابكم. أتمنى إذا تشاركون الوصفة ويا أهل والأصدقاء، جربوها ودزوا لي صوركم إن شاء الله. مع السلامة.